السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم مدار الأخبار. عرفت القناة سقطة غير مسبوقة بسبب هجوم الذباب الإلكتروني الجزائري، ولهذا نرجو منكم دعمنا بالضغط على زر الإعجاب وإضافة تعليقاتنا الخالدة: الله الوطن الملك، الصحراء مغربي. خلف فوز المنتخب المغربي بلقب شان 2024 للمرة الثالثة في تاريخه، انطلقت موجة من ردود الأفعال الإيجابية والتي أجمعت على أن الفريق الوطني قدم نسخة استثنائية وفي ظروف استثنائية كذلك. كما أشاد محللو قنوات عدة دول بالأداء الذي قدمه أسود الأطلس بقيادة المدرب الوطني طارق السكيتيوي، معتبرين أن الانضباط التكتيكي وروح الفريق كانوا عوامل حاسمة في حسم البطولة. كما أعرب الإعلامي الليبي مهند الجالي عن إعجابه الكبير بالمنتخب المغربي لكرة القدم بعد تتويج أسود الأطلس بلقب كأس إفريقيا للمحليين 2024 عقب فوزهم على منتخب مدغشقر بمباراة النهائية أمس السبت. وفي تعليق له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وصف مهند الجالي الإنجاز بأنه فصل جديد في سفر المجد الكروي، مؤكدا أن هذا الفوز لم يكن مجرد حدث رياضي بل تجل لروح وطن لا يرضى إلا بالقمم. وأضاف: ما أبهى هذا الإنجاز وما أصدق مداه، إذ لم يكن مجرد فوز رياضي بل تجل لروح وطن لا يرضى إلا بالقمم. كما ثمن الجالي الدور الكبير الذي لعبته جماهير المغرب في دعم المنتخب، موضحا أنهم سر المعادلة وأصل الحكاية، وأكد أنه مدين بالوفاء لجماهير المغرب على محبتهم المستمرة ودعمهم اللامحدود. وقال: ما حييت، لذلك أعاهدكم أن أبقى مشجعا مخلصا لرياضتكم، حاملا لاسمكم في القلب، مؤمنا أن إنجازاتكم لا تنصب بل تتوالى كما تتوالى أمواج الأطلس. واختتم الإعلامي الليبي تهنئته بالقول: مبروك للمغرب، مبروك لشعبه الأبي، ومبروك لتلك الروح الجماعية التي تحول المستحيل إلى ممكن وتحول الحلم إلى راية ترفرف في سماء القارة. المغاربة نحبكم حبا 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 صادقا يليق بكرمكم ووفائكم، ديما مغرب. وفي السياق ذاته قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو يوم السبت إن المغرب أثبت مجددا مكانته كقوة كروية إفريقية بعد تتويجه بلقبه الثالث في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين شان 2024. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب نهاية البطولة الذي انتهى بفوز المنتخب المغربي على مدغشقر بنتيجة 2-3 على أرضية ملعب مويا الدولي في كاساراني، عبر أنفانتينو عن سعادته قائلا: أنا سعيد جدا من أجل المغرب الذي توج بلقبه الثالث في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين وأثبت جدارته بهذا التتويج. وأضاف رئيس الفيفا أن المواجهة لم تكن سهلة، واصفا إياها بنهائي حقيقي بكل المقاييس، مؤكدا أن المنتخب المغربي استحق اللقب عن جدارة واستحقاق وأثبت أنه الفريق الأفضل في البطولة. كما أشاد أنفانتينو بالحماس الكبير الذي أبدته الجماهير، معتبرا أنه يعكس التطور الذي تعرفه كرة القدم الإفريقية، وقال: أنا سعيد جدا من أجل إفريقيا ومن أجل المغرب ومن أجل الفيفا. وبهذا الفوز يعزز المغرب حضوره كأحد أقوى المنتخبات الإفريقية في كرة القدم المحلية، ويؤكد تميزه على الصعيد القاري وسط إشادة دولية من أعلى سلطة كروية في العالم.